شوف الرواية هاي مروية عن الإمام رضا عليه السلام، يروي الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا. عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق يقول: دخل أحدهم على الإمام الرضا عليه السلام، والإمام كان عنده مجلس في بيت المجلس إزاء. شلون هالمجلس هذا المبارك؟ والإمام رضا مسوي مجلس. توقع أنت تصور إمامك مسوي مجلس لجدته الزهراء، أنتم هم تصوروا مجلسكم أنتم قاعدين أمام الإمام الرضا، وشوف الجو شنو يصير. دخل أحد الرجال يقول: نظرت إلى مجلس الإمام رضا وإلى بصبي رباعي أو خماسي ابن 4 سنوات أو 5 سنوات، رأيته يبكي بكاء الثكلى ثم يرمق السماء بطرفه، يباوع للسماء ويبكي، بس يبكي بكاء الثكلى. من هي الثكلى؟ الأم اللي فاقدة لابنها الوحيد، وتصور شلون تبكي، أعظم من ذلك. قلت له: سيدي يا ابن رسول الله، سألت الإمام رضا من هذا الصبي وأرى على هذه الحال؟ قال لي: سأله. قلت: أو يحسن الكلام؟ قال لي: سأله. سألته قلت له: من أنت ولما البكاء؟ قال لي: أنا ابن إمامك الرضا، أنا محمد الجواد. سيدي لما البكاء وأراك تنظر إلى السماء؟ قال: كنت أنظر إلى الملأ الأعلى. تدري الإمام المعصوم الأنبياء ماكو حجاب بينهم وبين الملكوت، الملأ الأعلى يعني يرون عالم الملكوت، يرون الملائكة، مو مثل نحن محجوب عنه. لا، احنا ذنوبنا وقضايانا ما تخليك تشوف هاي القضية أبدا ولا تشتم رائحتها من وراء الذنوب والمعاصي. لذلك أمير المؤمنين في دعائكم: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، تنزل البلاء، تأتي كل عصام إلى آخره. لا، الذات المعصومة تنظر إلى الملكوت. أنا كنت أنظر إلى الملكوت، إلى الملائكة، فوجدتهم قد نصبوا العزاء إلى جدتي فاطمة، وهم نصبوا العزاء منذ أن قضت جدتي فاطمة، من ذاك اليوم إلى هذا اليوم. الملائكة لهم عزاء بما جرى على فاطمة. قلت له: سيدي وأنا شلون أقدر أزور جدتك الزهراء؟ قال لي: إذا وقفت على قبرها فقل: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا.